قال الجنرال ديفيد أليعازر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي: في صباح عيد الغفران يوم 6 أكتوبر توجه جنرال ديان وزير الدفاع والجنرال بارليف ومعهم بعض القادة العسكريين إلى مواقع جنودنا على ضفة القناة. وشاهد الجنرال ديان الوضع بنفسه على الضفة الأخرى للقناة، ورأى الجنود المصريين وهم مستلقون على شاطئ القناة ويلعبون الكرة ويسبحون في مياه القناة. واطمأن الجنرال ديان إلى أن كل شيء يسير على ما يرام. وأما عن قواتنا فكانت تقوم بتنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لخداع العدو وتضليله عن موعد تنفيذ الحرب بدقة. وأما عن اعترافات القادة الإسرائيليين أثناء الحرب فقد شهد شاهد من أهلها. في 1 ظهر يوم 6 أكتوبر كنا نتبادل الأنخاب ونهنئ أنفسنا بيوم الغفران حتى الساعة 12:10، حيث بدأت الإشارات والبرقيات تتوالى من مراكز القيادة الفرعية الموجودة في القنطرة شرق وفي وسط سيناء وأم ثليل والعريش والقنطرة ورفح، تفيد أن تشكيلات نووية مصرية هاجمت مواقعنا شرقي بور فؤاد والقنطرة، ويقدر عددها بأكثر من 200 طائرة، وهي تركز ضربها بكثافة على مراكز الإرسال والاتصال والقيادة والإمداد. ولم تمض ساعة من الزمن حتى جاءتنا إشارة ثانية تفيد بأن هناك عمليات إنزال لقوات الصاعقة المصرية خلف خطوطنا، وأن بعض هذه العمليات قد نجح في التسلل إلى مواقع القتال يدور وجها لوجه. وأن المصريين قد فتحوا نيران جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بقوة وغزارة على مواقع قواتنا. وهنا ضرب الجنرال ديان المنضدة وصرخ: إذن لقد بدأوا الحرب. ولم تمض ساعة حتى جاءت إشارة أخرى عاجلة تقول إن أكثر من 1000 قارب مطاط محملة بالجنود المصريين بدأت تعبر القناة. وفي هذه اللحظة فوجئنا جميعا بالجنرال بارليف وهو يصرخ بعصبية: إذن أراد المصريون الانتحار، فليكن لهم ما يريدون. الساعة 1430 جاءت الإشارة تفيد بأن الكوماندوز وأفراد المشاة المصريين استطاعوا تسلق الساتر الترابي المرتفع واقتحام بعض دفاعاتنا، وأن القتال يدور بالسلاح الأبيض وجها لوجه على الضفة الشرقية لقناة السويس بعد أن عبروها. وأنهم تمكنوا من رفع أول علم مصري وهم يصرخون في شراسة لا نظير لها: الله أكبر، الله أكبر. وبدأت القوات البرمائية المصرية تعبر القناة في كل مكان. حين عبر المصريون القناة واقتحموا خط بارليف وجاءتنا أول إشارة بذلك، كان وجه بارليف تماما مثل وجه مهرج في السيرك. سقط القناع المضحك الذي يلبسه أو كممثلة، تسقطت ملابسها وهي على خشبة المسرح، فبدت أمام جمهورها وهي عارية ووجهها يملأه الخجل والعار. وبعد ساعتين وصلتنا إشارة جديدة تفيد أن المصريين احتلوا أهم 3 مواقع على خط بارليف، وهي مواقع بن جوريون والتلمود والصخرة.
لقد كانت الإشارات تتوالى بشكل مذهل، وكنا بقدر الإمكان نحاول المحافظة على هدوء أعصابنا واتزان تفكيرنا، لكننا بعد وصول الإشارة رقم 22 التي أفادت أن المصريين تمكنوا من إنشاء 10 كباري ثقيلة و10 كباري مشاة، وأن الدبابات والعربات المجنزرة والمعدات الثقيلة بدأت في العبور إلى الضفة الشرقية للقناة، لم نستطع أن نتوازن بشكل دقيق أو أن نفكر بدقة في أي شيء، بل سيطر علينا الذهول المقرون بخيبة الأمل. في الساعة 1940 أي 8:03 مساء كانت حصون خط بارليف الحصينة قد أصبحت تحت سيطرة المصريين، وبحثنا عن بارليف فما وجدناه، ومنهم من قال إنهم شاهدوه يسرع خارجا والدموع في عينيه، لأن الحقائق بدأت تتضح أمامنا شيئا فشيئا. كانت هناك حقيقة واحدة ومؤكدة تصيبنا جميعا بالوجوم والذهول، وهذه الحقيقة هي أنه قبل حلول الظلام في يوم 6 من أكتوبر كانت 9 مواقع حصينة من قلاع خط بارليف قد سقطت في أيدي المصريين، بالإضافة إلى 17 موقعا من المواقع القوية الأخرى البالغ عددها 31 موقعا قويا، وأن أكثر من 30,000 من الجنود المصريين أصبحوا يقاتلون في الضفة الشرقية. بدأت بعد ذلك بقليل الإشارات تتوالى عن أعداد هائلة من المشاة والدبابات والأسلحة المصرية الثقيلة، بدأت تتدفق لتعزيز مواقعهم شرق القناة، وأن القوات المصرية تتحرك بسرعة مذهلة في اتجاه قواتنا. وهنا صرخ الجنرال ديان قائلا: لو لم أكن متأكدا من أنه لم يبقى خبير سوفيتي واحد بمصر لقلت إننا نحارب روسيا نفسها. كان المصريون يتعمدون أن تسير معظم المعارك في أثناء الليل، كما أنهم كانوا مصممين على السيطرة على مدينة القنطرة شرق، وأن القتال يسير بين سلاح المشاة المصري ومدرعاتنا، وأن القتال تطور ليصبح بالسلاح الأبيض، وأن المصريين يقبلون تراب الأرض، وأنهم في القتال لا يرحمون، وأنهم قد احتلوا مدينة القنطرة شرق بعد أن استولوا على كل حصونها وقلاعها الحصينة. وجاءت إشارة عاجلة من الجنرال إبراهام مندلر قائد قواتنا في سيناء غاية في السوء، وهي أن المصريين يستخدمون نوع من الصواريخ المطورة محليا التي يحملونها باليد لتستخدم ضد الدروع والدبابات، وأن خطتهم اتضحت في أنهم يستخدمون أفراد المشاة حاملي هذه الصواريخ لإنهاك دروعنا، وأن حاملي هذه الصواريخ يقاتلون بشراسة ويواجهون المدرعات منفردين. إن جنودنا بدأوا يهربون من الجبهة، وكانوا يتعمدون إتلاف معداتهم العسكرية وهم في طريقهم إلى الجبهة وقبل أن يصلوا إليها. وبانتهاء الحرب كانت